Uh, Hello everybody, how are you? Assalamu alaikum. Today is day 5 of vocab بلا عذاب. Day 5 is today. طيب قبل ما ابتدي ان شاء الله في راجل طيب جدا جدا وصديق وزميل في الشغل، وتوفى من حوالي 5 ساعات، وياريت بس استأذنكم يعني ندعي له ندعي له بس دعوة كده. حبيتش الغي النهارده، بس قلت بالعكس فرصة ان احنا عددنا كبير وندعي له. يعني هو زميلي وصديق دكتور عصام، وفقدنا من كام ساعة، فادعوا له عشان خاطري بس. تمام، نقرا بس الفاتحة بعد اذنكم. شكرا الناس اللي قرأت الفاتحة او تدعي له، ده رقم 1. وتعالوا نكمل. دي النهاردة، بالنسبة للنهاردة هو day 5، وكل مرة بناخد مجموعة كلمات. تمام، فالنهاردة برضو في مجموعة كده ان شاء الله مفيدة من الكلمات. الفكرة ان الكلمات اللي بناخدها دي المفروض انها تتحط في جمل. تمام، فان شاء الله يعني هغير انا الطريقة بكرة، ان انا هبقى اعمل اكسرسايز كبير، تمرين طويل كده. التمرين ده فيه حوالي 50 جملة تقريبا، ونفسي الاقي طريقه ان انتوا تجاوبوا او تجاوبوا شفوي او تقروا او كده. يعني مش عارف اعملها ازاي، اجيبها ازاي دي. يعني دخلنا على زوم مثلا، زوم ما اعتقدش ان ينفع اكتر من 200 حد في الجروب تقريبا، واحنا بنوصل يا اما اللي يلحق بقى يعني احط اللينك بتاع زوم والناس اللي تلحق تدخل او كده. يعني او مش عارف هيبقى في اقبال اصلا ولا لا، ولا انتوا حابين فكره التمرين. امين يا رب، امين. شكرا يا جماعه، جزاكم الله خير. واتمنى حتى الناس اللي هتيجي متاخر وتشوف الفيديو ده بعدين، لان دي فكره ان احنا يعني اكمل، وان شاء الله ان انتوا تدعوا كده وللمؤمنين يعني، وان شاء الله يبقى خير يعني. بس وعادي، ونذاكروا برضو عادي ان شاء الله. طيب، في ماتيريال انا مجهزه، ثواني بس. تمام. فكنت بقول ان انا هجمع الفوكاب اللي جمعناه في day 1 2 3 4، والنهارده day 5 برضو، وهجمعه كله في اكسرسايز واحد، في تمرين واحد. تمام، هنعمل تمرين كبير وكده. فما كناش هنتقابل على زوم، انزل زوم لينك ونتقابل على زوم، يعني الكلاس يبقى على زوم. لا، فكرة، انا عندي فكرة، يعني ممكن نفتح كلاس على زوم واصور الكلاس نفسه بالتليفون. بس اعتقد زوم مش هياخد زي ما قلت لكم 150 200 حد بس ماكسيمم يعني. هظبطها، انا هكون مبلغكم قبلها بساعة ومنزل لينك، والناس اللي حابة تحضر لايف وتشارك. ولو حد مكسوف ولا خايف يدخل باسم مستعار ويحط صورة ميكي ماوس مثلا، اي حاجة يعني. تمام، بس فده هيبقى كده، محتاج اسمعكم بس يعني. تمام، بس الله يرحمه. طيب، كنت عايز احكي لكم عن الكلمات الانجليش اصلها ايه وحكايتها. يعني احنا عندنا انجلاند دي كجزيره كده، كانت ملطشه، يعني جزيره كده يعني بدائيه، لو رجعنا كده 2000 سنه ولا حاجه. تمام، يجوا كل شويه ناس يغزوها بلغات وثقافات مختلفه. كان اكتر يعني غزوين اثروا جدا وعملوا اللغه الانجليزيه اللي احنا عارفينها دي، هو كان في ناس اسمهم الانجلو ساكسونز، وكان ليهم لغه تانية كده، حاجه زي الالماني او الهولندي كده، حاجه ما تفهمش يعني بالنسبه اللي بيتكلموا انجليزي. وسنه 1066 جه نورمان كونكوست، ناس من نورمانديا، حته كده في غرب فرنسا يعني. والمهم اتعمل الميكس اللي انتوا شايفينه ده، فتلاقوا فيه كلمات من اصول جرمانيك او اصول يعني شكل الماني وكده، وفي كلمات من اصول لاتينيه غير الرومانس نفسهم يحتلوها. فعشان كده تلاقوا ساعات حرف السين ننطقه كاف وننطقه سين، ساعات تلاقوا حروف سايلنت. تمام، ساعات الجي اتش ننطقها اف زي انف، وساعات ما يبقاش ليها نطق مثلا زي although. قواعد للنطق كتير، حروف سايلنت كتير. مرة الاس ننطقه اس مثلا زي يس، مرة الاس انطقه زد زي يوزر او ايزي، مرة ننطقه شين زي شور، مرة الاس يبقى سايلنت زي ايلاند،
ودي كلها لو يعني حد عارف هنا لغات كتير، عارف شويه لاتيني على الماني على فرنش، هيعرف يعني ليه الحروف دي تبقى سايلنت وكده. وساعات الاتش تبقى سايلنت زي honest او اور، ودي من اصول فرنش، وساعات. فده اللي مخلي موضوع الانجليش يعني مزعج شويه. فهي الميزه ان شاء الله يعني في حلقات فوكاب بلا عذاب، هو ان احنا بنمسك مجموعه كلمات ليها خصائص معينه او سمات معينه. تمام. خدنا كلمات اللي ليها نفي بطريقه معينه، خدنا المره اللي فاتت امبارح لو فاكرين الكلمات اللي ليها نطقين زي present اقول present تبقى هديه، present يعني يقدم مثلا، اقول فاكرين امبارح progress compliment contract. فهي الميزه او الحاجه الكويسه هو ان كل مره بناخد كلمات ليها سمه خاصه او سمه معينه. تمام. بس النهارده هنرجع يعني في حاجتين هناخدهم. الحاجه الاولى دلوقتي فاكرين اول مره اشتغلنا وتاني مره كنا بنجيب روت معين او جذر من اصول لاتينيه معينه ويزرع. فاكرين كلمه يزرع دي؟ تمام. زي ما كنا خدنا كريد يصدق، فجبنا credible يعني ذو مصداقيه، credibility مصداقيه، incredible لا يصدق. فهو بيبقى روت معين واحنا بنشتق منه كلمات. تمام. حالا بس لان هو يعني كان في ظروف صعبه جدا النهارده، مش كل حاجه لحقت اجهزها. تمام. فانا هستكمل الفايل ده بتاع المره اللي قبل فات. ده اخدناه اوريدي. عندنا polite impolite proper improper. هنشتغل على تمام prefix سوري على روت معين. لو خدنا مثلا port، لا ده مش ميناء، في port كده يعني يحمل، ده لاتيني. port يعني يحمل باللاتيني. فكلمه محمول portable اللي هي port يحمل، وable يعني قابل يعني حاجه ينفع تتشال يعني portable. قلنا مثلا portable computer اللي هو الاسم الرسمي اللابتوب، لان كلمه لابتوب نفسها عارفين لاب يعني ايه؟ لاب يعني حجر، دي مش حجر، دي حجر بالكسره، حاجه يعني الكمبيوتر حطه على رجلي على حجري. فطبعا كلمه مش رسميه، هو portable computer. اوكي، شيء محمول. واللي جاي منها برضو transport. ترانس يعني عبر او من مكان لمكان. فلما يعني تطورت المواصلات خلاص وبقى في عربيه واتوبيس والحاجات دي، فسموها ايه؟ means of transportation. لو جينا حللنا الكلمه دي بيحفظها زي ما هي، بيتعذب يعني او كلام وان واس وبي، لان انا عايزكم تشوفوها بنظره تانية. بورت يعني يحمل، تمام، وترانس من مكان الى مكان، فهم سموا المواصلات وتنقل من مكان لمكان transportation. ماشي. بورت برضو ان انا يعني حاجه هتخرج هنشيلها بره، هنوديها بره البلد. اكس زي اكزيت، اكس بره خلاص زي الاكس كده، ها. اكسبورت فبقت معناها ايه؟ يصدر، بقت معناها يصدر. ماشي. فين الدال؟ ايوه، يصدر. طب عكسها يستورد هتبقى المفروض ان الى الداخل، بس الان مع البي يحصل لها زي ايه؟ زي ادغام كده، زي امبارح تبقى import دي يستورد حاجه الى داخل تتشال جوه البلد، ودي حاجه بتتشال بره البلد. export import. وبالمناسبه امتدادا للدرس بتاع امبارح، الكلمه دي ليها نطقين. لو هي verb تبقى export بنطول الاو export. لكن لو اتكلمنا عن الصادرات export برضو يستورد. import الواردات imports. كل ده يطلع من port. تمام. يبقى portable محمول، transportation انقل ناس او حاجات من مكان لمكان، export هنشيل حاجات لبره، ماشي، لا بقى تصدر يعني. وimport طبعا انتوا عارفين مش بس استيراد وتصدير، ممكن كمان export data import data من فلاشة من هارد تاني وكده يعني. تمام. عندنا دي دايما بتعبر عن النفي. دي يعني زي كده. deportation معناها ترحيل. حد عمل مصيبه في بلد مثلا، هو يعني واخد اقامه ولا مش ولا سائح ولا حاجه، فيعملوا ديبورتيشن اللي هي تفنيش وترحيل، تعملوا ترحيل من بلد. ديبورتيشن فهو البورت. تمام. هيتشال فين؟ لا والله دي مع السلامه، كنسله يعني. ديبورتيشن. خلاص يا جماعه، باني بورت. ماشي. حتى باكا بورت نفسها باكا بورت دي حاجه في الصرف الصحي وكده. بورت هنا مقصود بيها زي مخرج او منفذ يعني، بس مش ميناء طبعا. وباك اب احتياطي، فاللي هو التفتيش دي. فباك اب بورت اللي هي بعد كده بقت باكابورت. هنقولها باكابورت بس احنا عربناها يعني. اوكي خلاص يا جماعه، بورتات ولا نكمل؟
فهمنا؟ يبقى احنا بنمسك روت. ما هو فوكاب بلا عذاب ازاي؟ انت بتمسك روت وايه ويزرع بقى، تعرف الايه الاصول بتاعته. وانا ان شاء الله الموضوع لو عجبكم يعني اقول لكم ازاي نشتغل، ايه نوعيه المراجع او الصفحات اللي فيها الكلام ده، بس نمشي واحده واحده احسن. تمام تسلموا. بورت كابن، بس ده بورت لوحدها. تمام امبورت. طيب انا بشوف الناس بتكتب كومنتس، بشوفها. حد عنده اي كلمات تانية؟ خلاص يا جماعه بورت كده. طيب تعالوا نشوف مثلا باتر. ده روت باتر كده معناها اب، مش بارت. باتر يعني ايه؟ يعني فاذر. ده باي لغه؟ ده والله لاتيني. دي كلمه اقولها؟ لا مش كلمه، دي هتتركب عليها كلام لسه. تمام. عندنا مثلا paternal، دي كده معناها ابوي. paternal دي معناها ابوي. لو قلت مثلا paternal care، الرعايه الابويه. تمام. طيب وايه تاني؟ الابوه نفسها paternity، اللي بتساوي fatherhood. تساوي fatherhood. اسف بس في ظروف النهارده ما لحقتش احضر، فانا بكتب معاكم كلمه كده. يبقى paternity او fatherhood معناها ابوه. تمام. طيب باتري اللي هي اب، برضو لو ركبت عليها برضو مقطع تاني اسمه ارك دي معناها الاكبر او الاعظم. يبقى عندنا باتريارك. طبعا انتوا عارفين في الكريستيانيتي، في المسيحيه، اللي هي اعلى اعتقد رتب للكهنه زي البابا يعني. باتريارك. شوف انت بدل ما تحفظها كده مش عارف ايه باتريارك دي يعني متركبه ازاي دي، ولا الكلمه دي باللغه الايه. تمام. اهي باتري الاب والاكبر. تمام. اللي هو ايه عند عند ماشي في الكريستيانيتي عند الكريستيانز، اللي هي الحبر او الاب الاكبر اللي ماشي، الكاهن الاكبر يعني. باتريارك. يبقى انت بتشوف الكلمه غير الناس التانيه. انا شايف دي كلمتين لازقين في بعض. تمام. ولو اول مره اشوفها هستنتج معناها، هستنتج ان هي رتبه كبيره ان حد يعني ايه او paternity. خلاص عرفت ان دي نهايه اسماء زي activity university، يبقى دي الابوه نفسها. والاي ال دي نهايه صفات. ماشي. زي external و internal، يبقى paternal يعني ابوي. تمام كده. ماشي يا جماعه. طيب عندنا patron او patronize. انتوا عارفين برعايه في الراعي الرسمي بيبقى سبونسر، بس ده راعي بفلوس يعني. لكن عايز اقول مثلا برعايه صاحب السمو، برعايه مثلا. المهم الرعايه هنا شرفيه ومش فلوس يعني. فبنقول patronized by او under the patronship، زي هو الاب الروحي للحدث ده يعني. فباترونايز معناها يرعى حفل او يرعى ايفنت، بس مش رعايه فلوس، مش برعايه كوكاكولا يعني. تمام. اوكي. طيب باترونايز كل ده باتر يعني بابا، ونفس الحكايه ماتر ماما، ده لاتيني. اوعى كده يا عم ما تصححش، انا حر يا عم، ده انت رخم قوي. اوكي. ماتر ام، نفس الحركات. عندنا مثلا maternal love، يبقى الايه الحب الاماوي، اللي هو حب الامي. ماشي. اللي مش عايز يقول اموي ده زي الحب الام. maternal love، الامومه نفسها. كنت اقول الامومه، ايه الهلوسه دي. maternity. واجازه وضع اسمها ايه؟ maternity leave. طبعا مفيش paternity leave غالبا يعني، مفيش اجازه وضع البابا. ماشي. فدي اجازه وضع، واخده اجازه عشان حمل ورضاعه وكده. maternity. طبعا motherhood يعني امومه برضو. اوكي. فبس ماتر وماترنال والكلام ده كله يبقى ليه علاقه بالايه؟ بالام. برضو من اللاتينيات عندنا فراتر يعني اخ. فعندك اخوه مثلا fraternity، وبتساوي brotherhood. بقى ماسك الموبايل بايده وبكتب بايد، معلش عدوها النهارده، هظبط لكم الدنيا بكره ان شاء الله. fraternity او هي نفسها brotherhood. عايز اقول حب اخوي fraternal love. ماشي. خلاص. يبقى اللي بينك وبينه والله العظيم fraternal love كده يعني. بس لازم يكونوا مذاكرين طبعا عشان يعدوها لها يعني. right fraternal يعني اخوي، fraternity يعني ايه؟ اخوه. تمام. امل بتقول ما تفكرناش باللاتيني، ودكتور ساح الله يرحمه. هنعمل ايه بس يا امل، الموضوع طلع مهم والله. تمام. طيب تاني ناخد كده، خدنا بورت يعني احمل، باتري يعني اب، ماتر يعني ام. تمام. طيب عندنا جريس. والله جريس دي يعني خطوه، ده لاتيني ده جريس. ايوه اعمل لك ايه يعني؟ الله. برو دي يعني الى الامام، فانت حتى لو اول مره تشوف في حياتك بروجريس، فانت عرفت انها خطوه للايه؟ يعني تقدم ولا تاخر؟ تقدم. ده شوف انتوا عارفينها، احنا خدناها امبارح. progress.
او progression معناها تقدم او ايه سيرا الى الامام. طب تيجي تبص على regression، ده تقدم ولا انتكاسه؟ ده واحد بيرجع لورا تاني. واحد كان مستوى لياقته بقى كويس وباظت منه، واحد كان شاطر في انجليزي ونسي، حصل له ريجريشن، يبقى دي انتكاسه. حتى لو اول مره تشوفوها جريس يعني خطوه ريق، يبقى انت بترجع لورا بعد الشر. تمام كده. وليد حوايت paternity leave، اي والله يا ريت والله. طب هسال عليها بكره دي. تمام، اجازه ابويه. يبقى progression برو الى الامام، لسه هندرس البريفكسز دي. ريجريشن يبقى انتكاسه. تمام. عدوان aggression اللي جايه منها ايه الصفه ده؟ عدواني. ها قولوا انتوا، عدوان يعني ايه؟ aggressive. طب عرفنا جريس دي يعني خطوه، progression خطوه للامام، regression نكسه او انتكاسه. تمام. aggression هي مشتقه من برضو prefix كده اسمه ad، بس يعني حرف مع السنين كده ان في حاجه بتهجم كده، فاهم؟ حد خلاص يعني بصوا كده واحد بيتكلم، شو كان انت عايز ايه كده، فجي منها كلمه aggressive، هجمه، حد هجمه كده. تمام. حتى لو يعني مش لاقي مبررات، بس خلاص انت معاك الروت اللاتيني، عارف ان بورت حاجه فيها في شيء، حد بيشيل حاجه. جريس يبقى فيها خطوه بقى، بروجريشن، ريجريشن، ترانسجريشن. تعرفين ترانس يعني يعبر، ترانسجريشن حد عبر حدود او تجاوز الخط الاصفر بتاع الشرطه ده في موقع مسرح الجريمه مثلا. دونت تريسباس، دونت ترانسجريس. اوكي، ما ينفعش تخطو وتتعدى حدود معينه مثلا او كده. اوكي، جريس يعني خطوه. يلا تاني. فهمنا لعبة الكلمات ماشية ازاي، فهمنا يعني ايه فوكاب بلا عذاب. ماشي، موضوع جد ما بتخلصش الا كده بقى يا جماعة. طب واحد يقول لي، اكيد حد هيقول لي، هو يعني ماشي جميل او الكلام دول كام واحدة بقى، كام الف، كام الف روت لاتيني من دول؟ لا لا لا، اللي انتوا يعني الواحد يعرف يبقى مستور كده ويعرف يستنتج معاني الكلمات، او حتى تسهل الحفظ. انا مش عايزكم تستنتجوا بس، انا عايزكم تعرفوا معنى الكلمات دي بالظبط عشان تستخدموها. انا لو استنتجت بس هبقى استقبال بس مش ارسال. ارسال لازم اكون عارف معناها كويس، بس مش هتعذب في حفظها. والتي ار اي ان اس جي ار اي ولا جي ار اي اس اس، لا خلاص انا خلاص عارف ان هي ترانس وجريس واحط لها شن في الاخر، فتلاقوها بقت مكعبات. مش هقعد اغزل انا تريكو حرف حرف، لا خلاص هي جريس وترانس بروجريشن، خلاص تركيبات مع بعض. فهمنا؟ تمام. طيب كمان واحدة، يلا بينا. سكريبت دي انا بحسبكم شايفين، انتوا بصوا على مناخيري وسايبين تمام يا جماعة، جزاكم الله خير. سكريبت يعني رايتنج. طبعا في كلمة كاملة في الانجليزي اسمها سكريبت، هي معناها written او write. المهم يعني ايه، وهي وسكرايب وسبسكرايب بقى وكده، بس يعني من ناحيه ايه يعني. طبعا في كلمه سكريبت في حد ذاتها واللي معناها سيناريو، ماشي، ما دي جميله قوي. في بقى هي نفسها روت بيتركب او بتزرع حاجات تانية عندكم. مثلا دكتور يوصف دواء مثلا، هو صعب حد يستنتجها لوحده، بس يعني ايه بري سكرايب. طب هي بري يعني مسبقا، ايه اللي دخلها في وصفه الدكتور يعني؟ مش فاهم. ما هو بيكتب لك الدواء قبل ما تجود انت وتاخد دواء على مزاجك يعني. انت حاول تبررها عشان تحفظ. فبريسكرايب يعني يكتب روشته. طبعا روشته دي كلمه ايطاليه، حاجه تانية خلاص اسمها ريتشاتا، ولا ايه؟ بلاش ايطالي، احنا ناقصين، احنا ماشيين بعلاج. تمام. بريسكرايب يعني يكتب دواء. تقول مثلا for example the دكتور اطفال يعني ايه؟ ده لينا قاعده في اسامي الدكاتره ان شاء الله. the pediatrician ده طبيب اطفال. اوعوا تقولوا child doctor يعني دكتور عيل، ما ينفعش يعني. اللي هو طنط انت عيانه بجد كده كده، ده تشايلد دكتور. انك دكتور اسمه بيدياتريشن. تسلمي. بالبريتش بتتكتب كده، بالامريكان شالوا حرف الاي ده على طول، بقى بيدي على طول، بيدياتريشن. المهم ذا بيدياتريشن كتب كتاب ولا كتب prescribed this for example vitamin for اي حاجه for توتو مثلا. اوكي، بس فيها كتب. طيب الوصفة الدواء نفسه prescription دايما ودي حاجة نتعلمها، ان هنا اي سكرايب الفيرب يبقى ناخد منه prescription، يعني يوصف مثلا describe. تمام، شكرا يا سامر. describe يعني يوصف. طب جت ازاي دي؟ ما انت وصف لي شفوي، ما تكتبش على اساس الناس كانت يعني موضوع القراءة والكتابة بالذات في الغرب يعني ابتدى في عصر النهضة بتاعهم 1500 و 1600 وكده يعني، ابتدوا يظبطوا الدنيا. كانوا قبل كده يعني حاجة سيئة جدا يعني. المهم، فهي describe. فهي scribe زي اكتب، بس دي هنا مش دي النفي.
دي هنا يعني about باللاتيني برضو في دي معناها about. هي بالدو بالفرنساوي لو حد عارف فرنش هنا او سبانيش دو او دي. فانت يعني ايه اكتب لي عنه او احكي لي عنه يعني. ما علينا. في حاجات بنبررها بتبقى سهله جدا بتشوفها من اول مره، وفي حاجات بتحتاج لها شويه مبررات بس او تربطها بقصه صغيره عشان تحفظها. برضو ارحم ما تقعد تبص للكلمه حرف حرف انت مش فاهم مين فين. انت دلوقتي بتشوفها حاجتين متركبين مع بعض. تمام. هو صباعك مش عارف اشوف. خلاص حاضر. ماشي. prescription معناها كتابة ايه ده. تمام. طيب انت لما تيجي تشترك في حاجة المفروض يعني بتمضي تحت كده، فهي subscribe. طبعا هي دلوقتي subscribe. طبعا في ناس بينطقوها يقوموا ضاربين ايه في النص كده يقول لك subscribe، ده غير اللي بينطقوها بحرف الصاد. ما علينا. حاول تنطق يعني كويس على قد ما تقدر. حاول يعني. اوكي. فسبسكرايب. طب جت منين دي؟ ماشي، احنا هنشترك في القناه بتاعتك ولا هشترك في البرنامج الفلاني؟ لا سيبك من النت، من قبل النت. انت لما بتكتب في حاجه وتشترك بتمضي تحت يعني. تمام. او بتكتب اسمك، فهي ساب يعني تحت زي ساب زيرو كده سبسكرايب. فانا همضي تحت. طبعا الشكل اختلف دلوقتي، بقينا بندوس على جرس ولا سبسكرايب. وبعملوا سبسكرايب عندي على اليوتيوب احسن. هو الدنيا حلوه على الفيسبوك، على اليوتيوب ناس يعني خالص. اوكي. فبتعمل سبسكرايب. فانت جاي من انك بتمضي يعني. فطبعا اي كرايب بيبقى كريبشن، يعني يوصف ديسكرايب. الوصف نفسه ايه؟ ديسكريبشن. يكتب دواء بريسكرايب يبقى كتابته روشتة بريسكريبشن، او وصف الدوائيه نفسها. سبسكرايب يبقى سبسكريبشن. الله حلو. يبقى كل كرايب هيطلع نون ايه؟ كريبشن. فهمنا؟ تمام. خلاص خدنا كرايب وبورتا يحمل وباتر اب وماتر وجريس يعني خطوه. دول كده بتاع 5-6 من 200. حلوين، مش من 2000 ولا 20,000 زي ما الناس فاكره ولا ملايين. تمام. انتوا ما عندكوش فكره يا جماعه. اللي يعرف الروتس دي تقريبا يعني كل ما الكلام يكبر كل ما تلاقي كلمه ضخمه كده كل ما تفرح جدا تبص لها بقى غير الناس كلها. ليها 3 حاجات متركبين في بعض كده. فاهمين ازاي؟ زي ما قلنا اول مره اللامركزيه decentralization. تلاقي بقى المصطلحات دي ايه ماشيه معاك زي الفل. تبص للكلمه دي قلتها بس شفوي كده. ايه اللامركزيه جت منين يا باشا؟ المركز اهو سنتر. سنترلايز يعني يمركز، دي المركز نفسها. ودي الله مثلا يعني. فبجد الكلام ده مش هيخضك. انت يبقى عدوك بقى الكلمات الصغيره قوي اللي انت ايه ما عايز تعرف يعني صاموله مثلا. تمام. فقره في العنق ده ملوش حل، ده هيتحفظ يعني. بس الكلام اللي يعقدكم والكبير ده تمام. هي دي الطريقه يعني. اتفقنا. ناخد اخر واحده. يعني نوران ده مش لاتيني، ده اللغه اللاتينيه الرباعيه. ما اوريكم ده حوار كبير. انا بتكلم بس على المقاطع اللي جايه منها. وعلى فكره كل اللغات الاوروبيه واخده نفس الكلام ده. لا سيبكم من طقم الالماني والنرويج وكده. انا بتكلم على انجلترا، فرنسا، اسبانيا، الماني، ايطالي، برتغالي، كاتالان. إيه اللي هيعرف دول اللغات دي هيخلص كل لغه فيهم في 3-4 شهور. تخيلوا. لما انا اقول ان انا بتكلم 5 لغات فده مش سحر ولا حاجه. مساله يعني طلعت ليها سر كبير على فكره ده. حازم كاتب لي الماني. ein bisschen Deutsch bitte. فجاه كده ادخل شويه الماني. طيب. طب يا جماعه واحده اخيره كده. مانو يعني ايد. سهله دي. مانو يعني ايد باللاتيني. جايه منها مانيوال، يدوي. كلنا عارفين مانيوال. يتلاعب. شوف حاجات يعني ايه يعني. يتلاعب بنتيجه الانتخابات، يتلاعب بقوت الشعب. manipulate. ودايما الايه تديك ايشن. termination. يبقى التلاعب نفسه manipulation. فهمنا؟ right. يصنع. واحد يقول يا باشا بس دي طلعت اوت منك بقى يا حاج ايهاب بقى. ليه؟ ما هو الصناعه دلوقتي مش شرط يدوي، في روبوتات. انا بتكلم على الكلمه دي ما طلعت. انت بتتكلم على انجلترا تمام سنه 1200 ولا 1000 ولا تمام. فهي مانيو يعني ايد. فاكت ده روت هنشتغل فيه بعدين. فاكت يعني يعمل. فيعمل حاجه ماشي. يشغل او يصنع حاجه بايده. ما هو كانت الصناعه يدويه الاول بقى. المكن ده في الثوره الصناعيه سنه 1800 وحاجات يعني. فمانيفاكتشر يصنع. تزود لها ار تبقى المصنع. مانيفاكتشر. خلاص. مانيو يعني ايد، يعني يد. تمام. بس هو بما ان بكره يعني هنعمل زي تقييم كده وامتحان، هنشوف هنعمل لينك على زوم. الناس اللي هيلحقوا يدخلوا اول 150 او 200 واحد وهتلاقي الدنيا قفلت بعد كده. تمام. وهنصور واحنا بنشتغل وهم بيردوا عليا وكده يعني. اللي مش عايز يطلع عادي ممكن يحط اي ايقونه ولا اي حاجه. بس خلينا نشتغل بالطريقه دي احسن يعني.
من اول الجمعه، مش اللي جايه دي، اللي بعدها في ايفنتس ان شاء الله بقول لكم عليها. بس في النهارده حاجه ما تفوتكوش، فيلم جوكر. واخطر واهم لقطه فيه هنحللها مع بعض، ازاي نستفيد من فيلم. دي حاجه موازيه طبعا لكورس فوكاب العذاب. ازاي فيلم واستفيد منه اقصى استفاده، ولو حتى لقطه ما تاخدش 3 دقايق، واستفيد جدا وادرب المخ ان هو يخبط مثلا 15 كلمه في وقت واحد. لان انت لو عندك القدره دي واللياقه دي، مش هتعمل كده بس في الجمله اياها بتاعت الفيلم، خلاص ده هتلاقي الدنيا ظبطت معاك قوي ولسانك بقى اسرع وكده. تمام. فان شاء الله نتقابل كمان 30 دقيقه، كمان نص ساعه. اخد بريك دلوقتي بس على ما اجهز الفيلم، وهنحل جزء مهم جدا من فيلم جوكر. تمام، من ناحيه النطق، من ناحيه المعنى، من ناحيه حتى التون بتاع الصوت. ونظبط الدنيا مع بعض. هتكونوا موجودين ان شاء الله. طب تمام. اوكي ماشي يا جماعه، نتقابل كمان نص ساعه، اللي هو يبقى الساعه 10 بتوقيت مصر، ونحلل مع بعض جزء من فيلم جوكر. تمام، انا مجهز الموضوع، مجهز اللقطه. تمام، بس والسبتايتل هنبقى شغالين فيه وكده، وهنظبط الموضوع مع بعض. اوكي، انا اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام. نص ساعه نتقابل، ها. دونت جو. هتروحوا فين انتوا اونلاين؟ سلام.